تستطيع ان هي تأخذ حصص كبيرة في هذه الأسواق، وهو أمر محمود ولا غبار عليه. في ظل هذا التوسع وهذا الاندماج العالمي بتدخل الدول ومنها مصر في اتفاقات وترتيبات دولية لتحرير التجارة، وهو ما حدث لمصر بالفعل. فمصر منخرطة في اتفاقات كثيرة للتجارة الدولية، في اتفاقات بتجعل أسواقها لها نفاذ إلى أكثر من 1.6 مليار نسمة، بتنفتح على الاتحاد الأوروبي من جهة، بتنفتح على الدول العربية في اتفاقية الكافتا من جهة، وقد أشير في كلمة من الكلمات إلى الاتجاه إلى السوق المشتركة العربية. الحقيقة احنا لسه ما زلنا في منطقة التجارة الحرة، لكن الأمل قريبا جدا أن نتحرك إلى اتحاد جمركي عربي، وهو أمر مطروح في الجامعة العربية. وأيضا مصر منخرطة مع دول إفريقيا في اتفاقات للتجارة الدولية، وبالتالي أصبح تحرير التجارة واقع، وأصبح العالم اللي بتعيشه مصر ودول المينا كانتريز اللي داخله في هذا الاتفاق كلها دول منفتحة بدرجة أو بأخرى على العالم. إذا حطينا هذا الانفتاح مع الهدف التنموي بتاع تنمية الإنسان والقضاء على الفقر والقضاء على حقوق المواطنين المسلوبة من قدراتهم للوصول إلى السلع والخدمات بطريقة جيدة، هنقدر نعي الهدف من هذا الحدث اللي احنا بصدده. قد يكون الأمر بادئ من توجه كبير، وعلشان كده ليس مستغربا أن ترعى الأنكتاد هذا الحدث الذي يبدو منصبا على حماية المنافسة وحماية المستهلك، لكنه في نطاق تعزيز وتحرير التجارة وتحقيق التنمية المستدامة. أنا بشكر طبعا السويد وممثلة في هيئة المعونة السويدية سيدا، اللي هي بترعى هذا الحدث وبتموله تماما وبتنتقل إدارته الفنية للأنكتاد المعنية بذلك. الحقيقة مع الانفتاح اللي بنتكلم عليه في الأسواق، سواء في السوق الداخلي في إدارة الاقتصاد، وبالتالي دائما ما يكون حماية المستهلك مستمدة من القدرة على وجود مناخ للمنافسة وكسر الاحتكارات. فالحقيقة أنا شايف إن إحنا بنتكلم على مبادرة أنا هسميها أو هعتبرها أنها يعني إعلان القاهرة لخطة عمل حماية المنافسة وحماية المستهلك، وهو ما يطلق اليوم الآن لمدة 4 سنوات في هذه المبادرة، التي أعتقد أن سيكون من يعني منطلقاتها الآتي. نمرة 1 هو الاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال. الخبرات العالمية هنا هي خبرات يا إما مأخوذة من دول سبقت، دول تقدمت وسبقت وهو أمر مطلوب، لكن الأهم أيضا أن تكون هناك خبرات من دول متشابهة تحولت في اقتصادها من اقتصاد مغلق إلى اقتصاد متوجه بالسوق، وكانت لها تجارب منها ما هو إيجابي ومنها ما هو سلبي. وأعتقد أن هذه المبادرة التي نطلقها مبادرة القاهرة 2016 اليوم التي نطلقها هي مبادرة ستكون معنية في جزء كبير منها بهذا الأمر، وهو دراسة هذه التجارب وتحويلها إلى تجارب ذات صلة ومناسبة للإقليم. نمرة 2 أن الأطر التشريعية هي أمر هام جدا، ولابد من تطوير هذه الأطر التشريعية لكي تعطي هذه الأجهزة قدرات وأدوات تستطيع من خلالها أن تنفذ أهدافها. ففي أحوال كثيرة في مثل هذه الظروف للتحول لا تكون هناك جاهزية دائما لاستقبال واستيعاب أفكار مرتبطة بحماية المستهلك أو حماية المنافسة في اقتصادات بتنمو وبتعاني من نسب من العوز والفقر وما إلى ذلك. لكن في الحقيقة أن في تقديري على قمة حماية المستهلك هي حماية المواطن، أو تحقيق
قدر من القدرة على الوصول للسلع للمواطن بأسعار مناسبة، لأن هو ده المفهوم الأساس لمحاربة الفقر، لأن جزء من الفقر هو عدم قدرة المواطن في حصوله على السلع الجيدة المناسبة بأسعار مناسبة. وبالتالي حماية المنافسة تشتغل في اتجاه أنها تحمي هذا المواطن من ممارسات احتكارية تضر به سعريا، وحماية المستهلك من ناحية أخرى بتضمن أن يصل هذا إلى المستهلك. وعشان كده أنا بتكلم دايما مع الزملاء في جهاز حماية المستهلك بقول لهم إن أول بند في حماية المستهلك هو حمايته من التقلبات السعرية ومتابعة هذا الأمر. بنتحدث أيضا على الكاباسيتي بيلدينج، على بناء القدرات. احنا بنتحدث عن مفاهيم قد تبدو جديدة نسبيا، وبالتالي ضروري جدا في مثل هذه المبادرات الممولة بسخاء من شركائنا في السويد ومدارة من الأمم المتحدة أن تنقل الخبرات وتنمى الكفاءات القادرة على أن تدير مثل هذه المنظومات. بناء الكفاءات لا يقتصر فقط ولا يجب أن يقتصر فقط على بناء الكفاءات الحكومية، ضرورية نعم، لكن المجتمع المدني وهو ممثل اليوم مهم جدا أن تبنى قدراته وكفاءاته لكي يفعل دوره، لأن في أحوال كثيرة دور المجتمع المدني قاصر نظرا لعدم قدرته وتمكينه من أن يحقق أهدافه. أحد دعائم تمكينه هو بناء قدراته عشان يقدر يمارس هذه الممارسات بطريقة أكثر فاعلية. نظم المعلومات والربط الإلكتروني هو ما يسهل وما ييسر عملية المتابعة وتحقيق الأهداف، لأن في ظل صداد نمو سكاني كبير وأعداد من السكان كبيرة جدا وقدرات محدودة للمتابعة، لابد أن تكون هناك متابعة ذكية مؤسسة على نظم المعلومات. وهو بالفعل ما بدأت فيه مبادرات، من المبادرات اللي بدأتها وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك وجهاز تنمية التجارة في ملاحقة السلع غير الأصلية وما إلى ذلك. لكن أنا بتحدث عن منظومة متكاملة للملاحقة والمتابعة يؤسس لها ويتم تدريب الكوادر عليها لكي تكون هناك مبتكرات تستطيع بشكل ذكي أن تحقق الأهداف وليس بمجهود رهيب يجعل هذه الأمور استثنائية أو رمزية، لأن لا يجب أن يكون حماية المنافسة وحماية المستهلك هي أمور رمزية بتطبق على قطاعات وقطاعات أخرى لا يمكن تطبيقها. في ظل وجود دول المينا وعدد كبير من الدول يبقى لابد من توحيد الكود الخاص بحماية المستهلك وحماية المنافسة بطريقة أو بأخرى، لأن إذا كنا بنتكلم على تحالفات دولية فلابد أن تكون التحالفات الإقليمية القائمة لها قدر من التنسيق الكبير اللي يجعل هذه الممارسات لها نفس الكود حال تعاملها مع العالم الخارجي تتعامل به، وهنا يحدث تكامل جيد جدا ما بين الشق الإقليمي والشق الدولي. أنا أعتقد أن لابد أن يكون هناك مراكز تدريب تنشأ من خلال هذه المبادرة، مركز تدريب إقليمي وليكن في القاهرة، لأن القاهرة وفقا للجغرافيا في الدول المشاركة هي في النص، موجودة في يعني إذا كنا بنتحدث عن 3 دول في شمال أفريقيا غرب مصر و3 دول شرق مصر، وبالتالي قد يكون من المناسب العمل على إنشاء مركز إقليمي أساسي للتدريب وخلق القوادر، حتى وإن كانت هناك يعني مبادرات تأتي لاحقة لضمان استمرارية عمل هذا المركز لكي يكون نواة ليس فقط للعاملين في الأجهزة ذات الصلة ولكن أيضا للعاملين والمتعاملين في الأسواق، علشان تحقق ثقافة مختلفة تكون موجودة وقائمة. أنا الحقيقة شايف إن إحنا في هذه المبادرة بنتحرك في الاتجاه السليم
في الاتجاه الطيب من المنطلقات الدولية للأمم المتحدة، من منطلق التوجه الاستراتيجي لمصر في 2030، وهو متسق ومتوافق مع التوجه العالمي، مع اللغة العالمية للانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة، مع الأخذ في الاعتبار كل العقبات أو كل الإخفاقات التي يمكن أن تكون ملازمة ومصاحبة لذلك. بدعو الجميع في النهاية إلى الانتباه، إلى ألا تقتصر هذه المبادرات على مثل هذه اللقاءات الطيبة وتداول الأمور في مثل هذه القاعات، بل تنتشر في أرجاء الأماكن المحتاجة فعلا للحماية، لحماية المستهلك، أن تنتشر لكل الممارسات التي يعني تكون ضارة بالمستهلك من احتكار أو عدم منافسة. وده أمر لازم جدا أن تكون هذه الأجهزة لها أفرع موجودة في الأقاليم في أماكن مختلفة، تخاطب ليس فقط الطبقات المرتفعة الدخل، ولكن أيضا لابد أن تكون مهتمة وبقدر أكبر بالطبقات ذات الدخول المحدودة، لأن هذه الطبقات ذات احتياج أكبر للحماية، سواء كحماية مستهلك في التطبيق النهائي أو لمنع الممارسات الاحتكارية، لأن عادة ذوي الطبقات المرتفعة الدخل لديهم من العلم والمعرفة والاطلاع ما يمكنهم من تجنب هذه الممارسات، في حين أن الآخرين عادة ما يكونوا مواجهون بهذه الممارسات الضارة. شكرا. نشكر معالي الوزير، ودايما بيؤكد على رؤية مصر المتسعة الاقتصادية القابلة للانفتاح على العالم ورغبتها في تحقيق التنمية المستدامة على كل الأصعدة الاقتصادية والتجارية والصناعية بإذن الله. احنا في نهاية الجلسة الافتتاحية لإطلاق مؤتمر كل الدول المتقدمة اتجهت إلى حماية المنافسة ومنع الاحتكار وحماية المستهلك، لأنه الاثنين بيكملوا بعض. حماية المنافسة ومنع الاحتكار بتخلق مناخ جيد للاستثمار، تمنع أي ممارسات احتكارية، وحماية المستهلك بتحمي المستهلك بشكل مباشر من أي إعلانات خاطئة، من أي ممارسات خاطئة. فالاثنين بيكملوا بعض. طول ما بنتفتح على العالم من ناحية اتفاقات تجارة حرة وبنفتح حدودنا وبنفتح أسواقنا، لازم الاثنين دول ينموا بالشكل ده، لأن هتحصل بعض الممارسات غير سليمة، وده واجب بعد إذن حضراتكم بكلمة ترحيب من رئيس جهاز حماية المستهلك السيد اللواء عاطف يعقوب. صباح الخير جميعا. السيد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، السيد الوزير الأستاذ الوزير طارق أبيل وزير الصناعة والتجارة الخارجية، الإخوة الأفاضل، الزميلة العزيزة الدكتورة منى الجرف، السيد سعادة السفير جيليرمو فاليه مدير القسم الدولي للتجارة بالسلع والخدمات في الأنكتات، العزيزة الصديقة مارغريتا ديفيسون مندوبة سفارة السويد واللي هو ممولين لهذا المشروع. صباح الخير جميعا. في الحقيقة كنت محضر كلمة عايز أقولها، وبعدين لقيت إن الواحد بدل ما يقول كلمة يتكلم حاجة كده من القلب. النهارده احنا لحظة تاريخية، رسالة طالعة من هذا المكان من قلب الوطن العربي لكل الدول العربية. كان عندنا حلم دايما ازاي ان احنا نبتدي ان احنا يكون عندنا تجمع لحماية المستهلك، بس زي ما بيقولوا كده باي وان تيك وان فري. فبدل ما احنا بنتكلم على حماية المستهلك بنتكلم على الوجه الاخر لحماية المستهلك، الا وهو التنافسية. فالنهارده الرسالة اللي طالعة دي بتحمل عدة معاني. اول حاجة ان احنا كلنا مجتمعين
ومع مظلة من الأمم المتحدة إزاي إن احنا نطبق معايير حماية المستهلك في الوطن العربي. 2 إن الدول الثمانية مع طبعا غياب اليمن لظروفها الخاصة اللي هي دولة المغرب العزيزة والجزائر العزيزة وتونس الحبيبة وفلسطين والأردن ولبنان اللي هم في قلب كل مصري النهارده ان احنا بنجتمع مشروع بيضمنا احنا ال7 دول باذن الله لو تحسنت ظروف اليمن ان هي تخش معانا، بالاضافه لكونها عباره عن لبنه لان احنا نستكمل مع باقي الدول العربيه كيف ان احنا نطبق معايير بالتالي نرى ان حكم المحكمه الاقتصاديه الذي جاء ليؤكد دور جهاز حمايه المنافسه المصري ومسؤوليته في حمايه المنافسه في قطاع الاتصالات، اعتقد انه امر هام جدا لازاله اي لبس امام العاملين في هذا القطاع. هناك عديد من النجاحات التي استطاع ان يحققها الجهاز والتي لا اطيل على حضراتكم في سردها، ولكن يكفي هذا انه كل النجاح يحصل على الجائزه الاولى فيما يتعلق بدعم سياسات المنافسه، الجائزه او المنافسه التي نظمها البنك الدولي سنه 2014. كما انني في هذا الصدد اود ان اؤكد ان جهاز حمايه المنافسه في حقيقه الامر في ظل ما يتوافر لديه من مقومات للنجاح تتمثل اساسا الدرجه الاولى في الكوادر البشريه التي تتميز بالكفاءه واتساع الخبرات. ودعوني هنا اؤكد بدون ما اتجاوز الاعتراف بالحق او اتعداه بان لدينا في جهاز حمايه المنافسه المصري قدر كبير جدا من القدرات البشريه التي تتميز إضافة إلى كفاءتها التي تراكمت على مدى الوقت، تتميز بالمرونة الفكرية والحماس والرغبة في العمل، الأمر الذي أجد حقيقة الأمر يدعم طلبنا بالمشاركة كجهاز حماية المنافسة المصري مع شريكنا جهاز حماية المنافسة الجمهورية التونسية لإقامة مركز التدريب الإقليمي للمنافسة، وذلك سوف لاحقا في جلساتنا مع السيد حبيب جاب الله رئيس جهاز حماية المنافسة التونسي. ومما لا شك فيه ايضا ان تحقيق دور الجهاز المنوط به ورفع كفاءته بيتطلب العمل بصفه مستمره مع كافه المنظمات والهيئات الاقليميه والدوليه العامله في هذا المجال، وفي هذا السياق قد نجح الجهاز بالفعل في توقيع عقد الموائمه، مشروع الموائمه في اطار الاتحاد الاوروبي، وبدانا في تطبيقه من سنه، ونحن الان امام هذا البرنامج الذي بدات المشاورات والتحضير له، وهو برنامج الأونكتاد مينا بروجرام من اجل الدعم الفني لسياسات حمايه المنافسه وحمايه المستهلك في منطقه شمال افريقيا والشرق الاوسط. وبدأ الإعداد لهذا البرنامج من خلال قيام وفد مشترك من منظمة الأونكتاد وهيئة المعونة السويدية السيدا بزيارة الدول المستفيدة ومن بينها مصر بالطبع، وذلك تم في مارس 2015. وقام الوفد بمقابلة بكافة الشركاء لنا في إعداد هذا البرنامج. والله حضرتك انت اصلا دي منطق لا مش منطق كده، مش منطق انت قدام الباب انت في منطق وده انا في منطق. لا لا مش منطق والله في منطق يا عم كده ربنا منك في يونيو والذي تم استضافته في مدينة أغادير بمملكة المغرب. وتم إعداد البرنامج الذي نحن بصدد اليوم الإعلان عن بدءه، وبصدد إعلان الخطة السنوية لهذا البرنامج على And a united economic development in the region may also make the region a more balanced economic growing partner of the world today and for the future. Throughout its wide-reaching development activities, Sweden, through the Swedish International Development Cooperation Agency, SIDA, firmly adheres to the principles of sustainable development. Development initiatives must be linked with governance frameworks in order to maximize the intended benefits. Among these frameworks and conditions are policy frameworks, rule of law, fight against corruption, and responsible use of